واخيرا ايفون 17 العادي بدون تضحيات من ابل قررت السنه دي تفاجئنا وتكسر القاعده وتعمل لك ايفون 17 العادي بالمواصفات الكامله، وما بقتش مضطر تروح للبرو والبرو ماكس عشان تاخد مواصفات كانت اساسيه اصلا. وده لان الشاشه اخيرا بقت جايب ريفريش ريت 120 هرتز. انت متخيل السنه اللي فاتت كانت 60 هرتز، دلوقتي بقت 120 هرتز. وانا صراحه ما كنتش متخيل ان هم ممكن يخلوها من 60 هرتز ل 120 هرتز. والناس اللي بتلعب العاب، انت متخيل انت بدل ما كنت بتلعب على 60 فريم انت هتلعب 120 فريم؟ ابل تسكت على كده؟ لا، تقول لك ان احنا زي ما زودنا معدل التحديث احنا كمان هنكبر حجم الشاشه وهنديك شاشه 6.3 بوصه، شاشه اكبر بقى كده بدل الشاشه الممله الصغيره خالص دي بتاعه الايفون العادي. ابل تسكت؟ لا، تقول لك ان احنا حاطين عدسه سيلفي السنه دي 24 ميجا بكسل بمميزات جديده كده، ولو بتصور سيلفي مع اصحابك سيلفي كله يجمعكم وتقدر الكاميرا انها تتعامل يعني مع الوضع ده. الكاميرا دي موجوده عادي جدا في ال 17 العادي، ما فيش مشاكل. احنا مش هنحطها في البرو ولا برو ماكس، لا حاطينها عادي في ال 17. يسكتوا على كده؟ لا، يقول لك ان مساحه التخزين السنه دي هتبدا من 256 جيجا وفكك بقى من 128 جيجا والشغل القديم ده. بجد يا جماعه ايفون 17 العادي السنه دي مختلف عن كل النسخ اللي فاتت، وانا بشوف ان هو هيبقى ضربه قويه جدا لابل وهيحقق مبيعات لمده 3 4 سنين قدام. هيقعد يتباع كده زيه زي الايفون 13، لان فعلا الموبايل بقى واخد معظم المواصفات الكامله للبرو والبرو ماكس. بقت الحاجات اللي هي الاساسيه اللي انت فعلا محتاجها انت بتاخدها، الحاجات بقى الاضافيه اللي انت عايز تدفع فلوس زياده ما بقتش بتاخدها. قول لي رايك تحت في الكومنتات، شايف فعلا ايفون 17 العادي بقى بيحقق قيمه مقابل السعر بتاعه ولا لا؟